كارثة حصلت لمنتخب مصر النهاردة قدام اثيوبيا لولا ستر الله. شايفك وسامعك يا اللي بتقول كابتن حسام حسن ده مدرب على قده، شايفك يا اللي بتقول اي منتخب لمصر حتى بدون مدير فني يقدر يصعد عن المجموعة دي. اهلا بيكم في حاجة جديدة من حلقة الكورة، كمل معايا بس الفيديو ده لحد الاخر. اولا ريكورد يعني حلو جدا لكابتن حسام حسن في افريقيا كتصفيات وتصفيات كاس عالم بنحط رجل فيها. الصعود المنتخب طبعا كان متوقع بشكل كبير ان احنا نصعد وده طبيعي بشكل كبير، لكن بص على بقيه المجموعات عشان يبقى حكمك سليم. عندك مثلا السنغال اللي هي واحد من اقوى المنتخبات في افريقيا ومصنف عالميا، بيعاني في مجموعته مع السودان والكونغو الديمقراطيه وهم في نفس المستوى برضو مع بوركينا فاسو على الاقل في المجموعه عندنا. عندك منتخب تونس بيعاني بشكل كبير برضو في مجموعته، مش مرتاح برضو مجموعته لو بصيت عليها ان تونس طبعا تبقى متأهلة. عندك حتى المغرب الرابع عالميا بيعاني مع النيجر في مجموعته، لسه برضو ما حسمش موقفه بشكل كبير. عندك منتخب الجزائر اللي برضو متعادل في النقاط لغاية دلوقتي مع الموزمبيق. فكل دول المنتخبات دي يعني اللي هي الصف الثاني والثالث ما تقلش قوة عن بوركينا فاسو. فمنتخبنا يعتبر بشكل كبير لغايه دلوقتي ناجح جدا. هتقول لي يا عم ده فرق 5 نقط واحنا حطينا رجل، يا سيدي التوفيق حلو، التوفيق حلو. لو الكمية التوفيق ماشيه مع كابتن حسام خليها ماشيه، وادعي ان ربنا يوفق منتخبنا قدام اثيوبيا النهارده. عمل كل الوسائل الهجوميه الممكنه، لكن الكارثه اللي قلت عليها في بدايه الفيديو مفيش فار. ازاي مفيش فار في الماتشات اللي زي دي؟ منتخبنا كان يستحق ضربتين جزاء، شافعي ومالكي وابو حنيفه ما اتحسبوش. قدر انت بتلعب في ماتش متأزم مع فرقه، يعني ماتش هيحدد الصعود بتاعك، ازاي ما فيش فار؟ زي المهزله اللي في دوري ابطال افريقيا وفي الكونفدراليه في دور المجموعات ما فيش فار. كفايه تخلف بقى، كفايه تخلف. يعني هيبقى عندنا تخلف داخليا وقاريا كده صعب قوي. تابعوني وقولوا لي رايكم.